ازاي تعمل سي في احترافي من الموبايل بتاعك. خلاص خلصت كليتك واخدت شويه كورسات كده بشويه شهادات، وبيجي وقت دخولك لمعركه البحث عن عمل. في الفيديو ده هتعرف ازاي تعمل سي في احترافي من الموبايل بتاعك تقدر تقدم بيه في كبرى الشركات وان شاء الله تتقبل. فتابع معايا الفيديو للنهايه، الفيديو مش طويل ولا حاجه، عايزك تتابعه للاخر عشان ما تسقطش منك اي معلومه. ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. اولا كده يعني ايه سي في؟ سي في اختصار لكلمة curriculum vitae، معناها بالعربي السيرة الذاتية. وسيرتك الذاتية ديت بتقول انت مين وايه مؤهلاتك وليه شغلك معانا. دي بتدي للاتش ار بتاع الشركة اللي انت بتقدم فيها نبذة عنك، مؤهلاتك ايه، انت مين، ازاي هتفيدهم، او ايه المهارات اللي عندك اللي ممكن تضيفها للشركة. وطبعا زي ما انت عارف ان هي مش بتتقرا كلها. ازاي انك تعمل سي في محترم يشد الاتش ار ان هو يقراه، بيقرر ان هو يعمل معاك انترفيو. شغلنا كله هيكون من الموبايل. اولا هتنزل ابلكيشن اسمه انتليجنت سي في. انا منزله ومجهزه الانتليجنت سي في، الابلكيشن اللي انا بقول لك عليه. اول ما هتدخل على الابلكيشن جايب لك داونلود وجايب لك جنبها كرييت. داونلود طبعا انت عارف يعني تحميل، اما كرييت يعني انشاء. هتضغط على كرييت، تمام، وهتقول له كرييت نيو بروفايل. اول ما هتضغط على كرييت نيو بروفايل هتلاقيه مقسم لك السي في بتاعك اللي انت هتعمله، بيتقسم لكذا جزء. اول حاجه عندك البيرسونال ديتيلز اللي هي معلوماتك الشخصيه. لو ضغطنا عليها كده، ضغطنا على كلمه هيلب هنا بيقول لك تعمل فيها ايه بالظبط. تمام، الابلكيشن سهل واستخدامه سهل جدا. اولا هتحط الفول نيم بتاعك، اسمك رباعي، تمام. بعد كده هتحط الادريس بتاعك اللي هو العنوان بتاعك. بعد كده هتحط الايميل، ويفضل ان الايميل بتاعك يكون احترافي، يعني مش اي ايميل وخلاص. يعني ايميل باسمك احمد مصطفى 2 @gmail.com، تمام. مش مثلا لافلي مش عارف ايه بيوتي لافلي والكلام ده، طبعا كله ايه، ده ايميل مش احترافي وبيدل انك اصلا شخص مش احترافي. فانت كده بتوصل رساله للاتش ار انك شخص مش بروفيشنال. بعد ما انت دخلت الفون نيم والادريس والايميل، وتحط طبعا الفون نمبر بتاعك، وحاول انك تحط رقمين، تمام، عشان لو اتصلوا عليك مثلا في رقم والايه مغلق يحط رقم تاني. عندي كمان اوبشنال، لو نزلت تحت عندي اوبشنال فيلدز. الاوبشنال فيلدز ممكن تحط فيها الفوتو بتاعك، الصوره بتاعك، عشان توري الاتش ار مين انت بالظبط او الشخص اللي متقدم لي. الديت اوف بيرث بتاعك او اللي هو تاريخ ميلادك. الناشوناليتي بتاعك، جنسيتك ايه. الماتيريال ستيتس اللي هي الحاله الاجتماعيه بتاعك، married or single، يعني متزوج ولا single. لو عندك ويب سايت، ده طبعا حاجه كويسه جدا انك عندك ويب سايت ان هم ممكن يدخلوا عليه ويبصوا عليك يشوف انت مين. طبعا دي بتديك ادفانتج عن اي حد متقدم. بتحط الويب سايت بتاعك. طبعا لو انت عندك برضو بروفايل على اللينكد ان، طبعا بتحط فيه شهاداتك وحاجات، ده برضو كويس جدا بيبصوا عليه. لو ما عندكش اعمل دلوقتي. ممكن تحط فيسبوك بتاعك وتويتر والكلام من ده، تمام. بس طبعا اهمهم اللينكد ان ويب سايت بتاعك. طيب بعد كده عندي الاديوكيشن لو دخلنا عليها كده شفنا الاكزامبل بتاعك. طبعا انت بتحط الشهاده، اكبر شهاده عندك، انت خريج جامعه ايه، تمام، معاك بكالوريوس ليسانس، تمام، بتحطه الاول. التايب اوف ديجري بتاعك، نوع شهادتك انت ايه. the name of your school، اسم الجامعة اللي انت اتخرجت منها. بتحط الفيلد بتاع الدراسة بتاعك او التخصص بتاعك ايه. طيب بعد كده عندي الاكسبيرينس اللي هي خبرتك في مجال العمل، تمام. انت مثلا متقدم لشركة انشاءات وانت مهندس، فبتقول انت كنت شغال فين الاول وايه اللي اكتسبته من شغلانتك اللي فاتت. او انت مثلا مدرس فكنت شغال في مدرسة، فانت برضو بتكتب الاكسبيرينس وعدد سنين الاكسبيرينس بتاعك او عدد سنين الخبره بتاعك في المجال. مهم جدا. هنا بيقول لك start with your current or most recent job، يعني بتذكر له او اخر وظيفه انت سايبها او اخر مكان كنت شغال فيه. بعد كده بتروح للاماكن اللي قبل اللي قبل اللي قبل. طب لو انت راجل recent graduate او حديث التخرج، في الحاله دي انت بتحط البروجكت اللي انت ممكن تكون اشتغلت عليه ايام الجامعه، بتقوله خبرتك فيه واستفدت ايه، وده ممكن يفيدهم في ايه في سوق العمل. بعد كده عندي السكيلز اللي هي المهارات. ايه مهاراتك في الحاله دي؟ احنا لو دخلنا على الاكزامبل هنا هتقول السيلز. لو متقدم مثلا في شركه سيلز هتشتغل في المبيعات، هتقول انت قدراتك ايه في السيلز، وانك بتقدر تقنع العميل ازاي. تقدر بروبلم سولفينج، تعرف تحل المشاكل. هتقول انك الديسيشن ميكينج، تعرف تاخد قرار كويس. انت في الحاله دي مستواك ايه؟ هل انت بيجنر ولا انترميديت
intermediate ولا advanced، يعني مبتدئ متوسط او مستواك ايه فيها. حط السكيلز اللي هي اكتر تماشيا مع الجوب اللي انت مقدم فيها، اكتر السكيلز القريبه من الوظيفه اللي انت بتتقدم فيها. ممكن تحط له قد ايه انت كويس مثلا في القسم اللانجوج، كمان ممكن تضيفه في السي في ان انت مثلا لو معاك لغتين ثلاثه، طبعا دي سكيل كويسه جدا اللانجوج. طيب لو دخلنا على الاوبجكتيف، عرف فيه نفسك او انت واصل لايه. تمام، فانت هنا لو دخلنا على examples هنلاقي كذا حاجه. انت ممكن تقول ان انت I am a highly driven I'm a highly driven resident business school graduate seeking ان انا ببحث على full time position. عندك هنا في الاوبجكتيف عطيك كده اختيار، انت ممكن تحط واحد منهم الاكثر تماشيا مع الوظيفه بتاعك او التخصص بتاعك. عندي كمان هنا بتحط الريفرنس ده اللي هو حد انت كنت شغال معاه، تمام، وهو شايف ان قدراتك كويسه، فانت ممكن تحط ان هو ريفرنس ان هم ممكن يكلموه ويسالوا عليك. طبعا انت لو حديث التخرج مثلا عندك مثلا دكاتره في الجامعه ان هم شايفين ان مستواك كويس، انت ممكن تحط ريفرنس بحيث ان هم برضو ممكن يرجعوا له ويسالوا عليك وعلى مستواك في الجامعه ومدى تمكنك في المجال. ممكن تضيف كمان البروجكتس، تمام، يعني انت في قائمه البروجكتس انت ممكن تحط مثلا لو انت حديث التخرج ممكن تحط المشروع اللي انت اشتغلت عليه ايام الجامعه. لو انت مثلا كنت موظف في شركه معينه ممكن تقول ان على بروجكت، ممكن تتكلم عن بروجكت انت اشتغلت فيه وكان فيه بروبلمز وانت قدرت انك تحل المشاكل دي. بعد ما تخلص وتحط كل المعلومات ديت، بقى عندك هنا شويه فورماتس زي استنباط كده للسي في. لو دخلت هتلاقي عندك مودرن اللي هو اشكال مودرن، اشكال حديثه للسي في بتاعك. عندك اشكال بروفيشنال، تمام، انا بفضل الاشكال البروفيشنال دي. تلاقي انماط كتير بقى واشكال كتير، يعني مثلا الشكل ده كويس، تمام، في ده كويس برضو. عندك ده كمان كويس جدا، وبفضل الشكل ده. جايب لك في الجنب كده الصورة، تمام، وجايب لك المعلومات المعلومات التواصل بتاعك، سواء ايميلك، ارقام تليفونك، عنوانك. وفي الناحية التانية بتحط بقى الاوبجكتيفز، يعني هو بيشكل لك، تمام، على حسب ما بتختار. هي الفكرة كلها انك بتدخل الانفورميشن بتاعك، المعلومات بتاعك، وبتبدأ تختار من الاستنباط ديت حاجة مناسبة. تمام، طبعا بعد ما بتخلص بتضغط على داونلود، بيبدأ ان هو يحمله لك، تمام، وتدخل عليه كده تعمل فيو هتلاقيه موجود. طيب بتضغط فوق كده هنا شير لو انت عايز تطبعه، بتاخده تبعته مثلا في اي مكان، اهو بيتبعت بي دي اف. طبعا انت تقدر ان انت تاخده وتطبعه عادي جدا، او طبعا لو عايز تبعته طبعا للشركه على الايميل بتاعها بتبعته بالطريقه دي. ده ببساطه كان ازاي تعمل سي في من الموبايل بتاعك. لو وصلت لحد النقطه ديت فانت من الابطال، فما تنساش تعمل لنا لايك وتعمل لنا سبسكرايب للقناه وتحاول تشيره مع كل زمايلك بحيث ان الكل يستفيد. شكرا على مشاهدتك للفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.